تخيل موميا بقالها 3000 سنة بتصرخ من رعب لا نهائي. بطل قصقوصة النهاردة مش ملك عظيم ولا كاهن، ده أمير ملعون، اللغز اللي حير العلماء لسنين طويلة جدا لحد ما DNA كشف السر. الموميا دي طلعت للأمير بنت أور ابن الملك رمسيس الثالث. الأمير ده طمع في العرش فعمل مؤامرة مع أمه لاغتيال الملك في الحادثة المعروفة باسم مؤامرة الحريم. والحادثة دي مكتوب تفاصيلها في بردية تورين والمعروضة في متحف تورينو في إيطاليا. بس الخطة انكشفت والأمير اتقبض عليه واتحكم عليه إنه ينهي حياته بنفسه بشرب السم. بس العقاب ما بيوقفش عند الموت. عشان يحرموه من الحياة الأبدية حسب معتقداتهم، الكهنة رفضوا يحنطوه زي الملوك، فرموه في ملح النطرون من غير ما يشيلوا أحشائه ولفوه في جلد الماعز، وده بيعتبر عند القدماء المصريين شيء نجس جدا، كأنهم بيلعنوه للأبد في العالم الآخر. ويعتقد إن هو اتدفن حي وفضل يصرخ للأبد. عقاب مرعب لأمير خان أبوه، خلاه أيقونة للرعب في المتاحف بعد 3000 سنة.